من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل؟ وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، زكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والمملوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد، وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالواجب عليك أيها السائل أن تعلم بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد، ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث لا بأس. في يوم 28 و29 و30 كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين، وهكذا الصحابة، وربما أخرجها قبل العيد 3 أيام ابن عمر رضي الله عنه. المقصود أنه لا حرج في ذلك، يبدأ إخراجها من اليوم 28 ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة. وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء من مكان آخر ولو بالسفر. نعم.